بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني أنا غادة، أهلا وسهلا بكم. اللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس أمرا يشترك ويفعل الجرس. بحبكم جدا في الله، يا رب أكون ضيفة خفيف عليكم. كل الشكر كل المحبة. اللي اشترك عندي جديد أهلا وسهلا، يا رب أكون ضيفة خفيفة عليك. فيديو جديد ورياكت جديد وحكاية جديدة من حكايات اليوتيوب، وجولة في قصر أم جنى. معانا النهاردة في الفيديو جولة في القصر، كمان بلاغ ضد أم جنى، كمان 20 مليون جنيه حق القصر. جبتيه منين يا سيدة القصر؟ يلا بينا يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ظهرت لنا أم جوجو ذات الطلة البهية، غزالة اليوتيوب، قمر اليوتيوب، كبيرة اليوتيوب أم جنى. ظهرت علينا في جولة من القصر. قصر كبير، ده مش فيلا، ده قصر يا ولاد. صلوا على النبي يا ولاد. لايكات 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 ورزق من الله. لم علينا عبيدك يا رب. امال جولة، وبصرف النظر يا ام جنى ان ده قصر الاشباح، وهو شبه قصر الاشباح، بيفكرني بالبيوت. يعني لاول ما تشوفيه تتقبضي. لو شفتم الفيديو بتاع القصر، اول ما تتفرجي على القصر بجد قلبك يتقبض. سبحان الله، الفلوس الحرام ربنا ما باركش فيها، وحياة ربنا الفلوس اللي جايه بالذنوب ربنا سبحانه ما بيباركش. يعني تبصي على بيت ام جنى تحسي ان هو قصر الاشباح، تخافي قصر العفاريت. فعلا في كتير من المتابعين قالوا لها البيت مقبض جدا، يعني شكله سبحان الله يخوف. كلنا افتحوا كده واكتبوا قصر قصر ام جنى، تحسي ان البيت سبحان الله جوه يخوف. قصر مقبض، ربنا سبحانه وتعالى ما باركش بصراحه. طلعت علينا ام الاسى وبتفرجنا هي ومازن الفيديو الجديد، وجابت لنا حديقه القصر ان هو على البحر. يعني مش اي قصر، مش اي فيلا، ده مش فيلا، دي قصر يا اختي. هو انا قيمتي فيلا يا ولاد؟ ده انا ام الاسى يا ولاد، انا قيمتي قصر يا حبيبتي. طيب واحده طلعت عليها قالت لها جبتي فلوس القصر منين؟ ما هي متابعه ومن حقها تعرف. جبت منين؟ صلى على النبي يا حبيبتي، صلى على النبي. الرزق بتاع ربنا. يعني يا جماعة أنا هسأل سؤال، واللي يشوف الفيديو ده يشير ويبعته لأي مسؤول. واحد، أنا هقول لكم على حاجة. فران بسيط، مازن فران بسيط، مع احترامي لمهنة الفران، فران بسيط بيعمل في فرن، تمام. الفران البسيط ده بيكسب يعني حاجة بسيطة، مش طبعا الإمكانية اللي تجيب قصر. وست بيت عندها 3 أطفال وشقة متواضعة، عفش قديم، إمكانيات قليلة جدا. وكل ده موثق في فيديوهات أم جنى القديمة اللي تقريبا من 3 سنين، من 3 سنين بالظبط. ده فيديوهاتها القديمة وشقتها القديمة. كانتش بتغير الإسدال، كانت بتطلع علينا بهو إسدال واحد، وشقة متواضعة جدا زي شققنا كلنا، مع احترامي لأي حد دخله متوسط، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. وكل ده موثق في فيديوهات قديمة كلنا شفناها، ومصر كلها شافتها وهي قاعدة بتاكل كمية البط والفراخ والمحتوى القائم على الأكل. ودي حالة أم جنى، موثقة في بني سويف، أو تقريبا في متغمر، ساكنة هي وزوجها في شقة عادية خالص، وبيشتغل فران، وهي ست بيت معاها 3 أطفال، وبدأت تفتح قناة اليوتيوب. وبعد 3 سنين يا جماعة من هذه الحالة ومن فتح قناة اليوتيوب، أنا فاتحة قناة لليوتيوب، واليوتيوب ما بيجيبش كل الفلوس دي. فوجئنا يا جماعة بعد 3 سنين أم جنى تحولت من فرانة من زوجها الفران وهي ست بيت عادية خالص لصاحبة قصر ب20 مليون جنيه. من أين لك يا أم جنى 20 مليون جنيه؟ في قانون كده في الدولة اسمه من أين لك هذا. الفيديو ده بلاغ بمناسبة فيديو جولة القصر وكمية الفلوس اللي اتدفعت فيه. من أين لك يا أم جنى هذا المبلغ؟ انت طلعتي علينا بفيديو وقلتي ب20 مليون جنيه، تمام، في اللايف.
طيب القصر له حديقة كبيرة على البحر، أوض. دخلتي بدأتي تتفرجي القصر بتاعك، ودي الجنينة بتاعتي، وده البحر بتاعي، وتقريبا انت اشتريت البحر رخر. يلا ما علينا، اضربوا لايكات يا ولاد، انا عايزة لايكات بقى. حين سئلت ام جنى جبت منين يا حبيبتي الفلوس، قالت ربنا اللي بيرزق. تمام، بس ربنا جعل فيه وسائل للرزق، صح كده؟ مش غسيل اموال، مش ام مكه، مش تجاره اعضاء، رغم ان عليكي شبهات كتير لانك انت الوحيده، اقول تاني، اللي اتصورتي مع ام مكه، صاحبه ام مكه، اللي كل لايف بتطلعي تدعي لها ربنا يفك الكرب. انا خايفه تاخدك معاها. وبرضه يا ام جنى تلفي وتدوري وتيجي وتدوري ويقولوا لك الفلوس منين، تقول لهم ربنا اللي بيرزق. ربنا بيرزق كل الناس، بس من طرق معينه ومن مصادر دخل معينه. السؤال اللي بعد كده، مصادر دخلك ايه غير القناه؟ لان القناه ما تشتريش قصر ب20 مليون جنيه، ما تشتريش. اصل هو شوفوا يا جماعه، اللي زي ما بيقولوا المستمع ايه واللي بيتكلم ايه، يعني بيتكلم مجنون، المستمع عاقل. مفيش الكلام ده، مفيش قناه يوتيوب تجيب الكلام ده يا جماعه. هي الست دي عليها تساؤلات والله العظيم. 20 مليون جنيه، كانت ست عاديه خالص، ست بيت عاديه وجوزها فران. كل الفلوس دي منين يا جماعه؟ حاجه تلفت الانتباه، حاجه. لان هي لما المتابعين سالوها القصر منين، ردت وقالت اصل ربنا اللي بيرزق. ربنا بيرزقنا كلنا، بس احنا بنشتغل، بيبقى في مصدر للدخل معين. جبت الفلوس منين يا حاجه ام جاني مازن؟ جبت الفلوس منين يا مازن؟ هو اليوتيوب يا جماعه بيكسب بيوت وشقق وفلل، ده عندها كميه بيوت وكميه شقق وعربيات وفلوس. يعني القناه اليوتيوب ما تجيبش اي حاجه من الكلام ده، صدقوني. اليوتيوب دخله وسط، مش كده، لا ما يجيبش الكلام ده. وبعدين مساحة القصر كبيرة جدا، والشجر والجنينة والمساحة، هي نفسها قالت 20 مليون جنيه. من أين لك هذا يا أم جنى؟ من أين لك 20 مليون جنيه؟ تمام. هو صحيح البيت مقبض جدا، وتحسي سبحان الله ان هو بيت اشباح، وان فلوسه فلوس حرام، لكن يعني معلش. لا، واقفة في البلكونة، انا خايفه البلكونه تاخدها وتقع، بس هي واقفه في البلكونه بتفرجنا عليها، ونظره على القصر ومحتوى القصر واوض القصر، وندخل جوه. شفتوا القصر وهنكمل بنا يا ولاد، باركولي يا ولاد. انا رحت القصر، ايوه. مال يا مازن، صور يا مازن، صور. قفلنا في الجنينه ومازن يصور. يلا صورني هنا، صورني هنا. ومن هذا المنطلق، بما ان حضرتك طلعتي في الفيديو وقلتي القصر ب20 مليون جنيه، فهذا بلاغ للنائب العام، لان ست بيت عاديه جدا كل مصادر الدخل بتاعتها قناه اليوتيوب ما تجيبش 20 مليون جنيه. ومن ده الفيديو ده يا جماعه انا عاملاه بلاغ لكل مسؤول محترم في الدولة المصرية، يقول لنا أم جنى جابت الفلوس منين؟ 20 مليون جنيه. توضح لنا بالظبط ايه هي مصادر الدخل اللي تعمل 20 مليون جنيه. مفيش قناة يوتيوب بتعمل كده، مفيش. ده هبل، ده هبل. الست دي عليها علامات استفهام كبيرة، ومن هنا بقدم فيها بلاغ للنائب العام، تقول لنا من أين لك هذا يا أم جنى؟ في قانون عندنا كده اسمه من أين لك هذا. من أين لك هذا يا أم جوجو حبيبتي يا قمر؟ قولي لنا بقى من أين لك هذا، وشيروا ووصلوا الفيديو لأم جنى وللها. حكايات اليوتيوب بتقولك بلاغ للنائب العام، بلاغ لمن يهمه الأمر. منين جبتي فلوس القصر وانتي ست بيت بسيطة وبتربي فراخ وكيوت؟ لو وصلتي معايا لهنا، يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكي مش تقيلة ابدا. اعملي لايك للفيديو، اللايك مهم جدا، بيدعم الفيديو يوصل لغيرك، وشير كمان، واشتراك في القناة. بحبكم جدا في الله، بتوحشوني جدا جدا. مع السلامة.